نهار 30 شهر 12 2017 بالضبط في مدينة فيرونا في إيطاليا. مع 11 ديال الصباح البوليس غادي يجيهم واحد اتصال من عند واحد السيدة اللي كتغوت وتقول لهم باللي انها كاينه في واحد الغابة. عطاتهم البلاصة فين كاينه بالضبط. البوليس غادي يتنقلوا لعين المكان وعارفين بانه راه طرات شي حاجة. هاد السيدة هادي كانت كتمشى في ديك الغابة بحال كل نهار، كتمشي تما كتمشي الكلب ديالها تما باش كيدور. واحد شوية غتشوف بانه كاينه شي حاجة اللي غريبة، واحد الكيس فيه شي حاجة تما بحال محفور ليه. السيدة ما حدا كتقرب ما حدا كتشم واحد الريحة اللي خايبة بزاف، ومنين زادت قربات تأكدت بأنه داك الكيس محلول واحد شوية. بدات كتشوف بانوا ليها بأنه كاينين فيه أشلاء بشرية. السيدة رجعت للور وهي فاش عيطات للبوليس. البوليس من بعد ما وصلوا لتما غادي يتأكدوا فعلا بأنها هذيك راه جثة، ولكن ما كانوش عارفين واش جثة ديال المرأة ولا ديال الراجل. جثة ما كانتش كاملة. البوليس كانوا متأكدين بأنه هذاك اللي لاح الجثة تما غالبا غيكون لاح شي أكياس أخرى في نفس المنطقة. داكشي علاش غادي يستعنوا بديك فرقة الكلاب البوليسية. تفرقوا في هذيك الغابة وبداو كيقلبوا. من بعد واحد شوية غيلقاو 3 ديال الأكياس أخرين، كلهم اللون ديالهم زرق وفيهم الباقي ديال الجثة. ملي غادي يجمعوا دوك الاكياس ومن بعد غير بالعين المجرده غيتاكدوا بانها جثه ديال المراه. غادي يشدوا دوك الاشلاء وغادي يصيفطوهم للمستودع ديال الاموات، وبطبيعه الحال غادي يدار لهم تشريح باش يعرفوا السبب ديال الوفاه. ومن خلال البصمات غادي يتعرفوا على الجثه. التشريح غادي ياكد انه هاد السيده هادي ضربات بشي حاجه قاصحه على مستوى الراس ديالها، يعني شي اداه راده، شي حديده ولا شي مطرقه بحال هكاك. وهاد السيده كانت باينه بانه ما دافعاتش على راسها، غالبا غتكون كانت ناعسه في اللحظه ديال الهجوم اللي طرا ليها، يعني انه ما كانش حتى شي حاله ديال الدفاع عن النفس. هاد المراه هادي كانت ناعسه وغالبا جا شي واحد ويعطيها الراس، ومن بعد تقطعات بشي منشار كهربائي. والطريقه باش تقطعات كانت ذكيه واحد شويه. هادشي علاش المحققين غادي توصلوا انه اللي دار هاد الفعله غالبا ما يكونش شخص واحد، غالبا غيكونوا جوج ديال الاشخاص هما اللي شاركوا في هاد الجريمه هادي. من بعد ما دخلوا البصمات ديالها لقاعده البيانات غادي يطلع بانه هاد السيده مهاجره، اسم ديالها خديجه، وهي من اصول مغربيه. تولدت عام 1971، يعني اللحظه ديال وقوع الجريمه كان في العمر ديالها تقريبا 46 عام 47 عام بحال هكاك. غادي يعرفوا بانه جات لايطاليا تقريبا دابا شي 20 عام. مشات لإيطاليا بطريقة قانونية، كانت تزوجات ومن بعد الزوج ديالها هو اللي كان دار لها الأوراق، أو ممكن تكون أنها مشات بكونطرا. ولكن المهم هو أنه هاد خديجة هادي مشات لإيطاليا بطريقة قانونية، والعائلة ديالها كاملة كاينة بقات في المغرب. هاد خديجة كانت إنسانة هادية، كانت مزوجة بواحد السيد مغربي عاش معاه واحد المدة طويلة. في عام 2009 غادي يتم الطلاق بيناتهم. طلقوا علاش؟ حيتاش ما كانوش متفاهمين، كانوا بزاف ديال الغوات بزاف ديال المشاكل، وهي كانت من داك النوع اللي هادي وما عزيزش عليها بزاف ديال المشاكل. هادشي علاش قرروا انهم يطلقوا. رغم هادشي كامل الطلاق كان حبي، يعني ما كانش شي طلاق بالمحاكم الى اخره، كان طلاق حبي عادي نورمال. كل واحد خدا الحقوق ديالو وكل واحد كمل طريقه. خديجه من بعد ما طلقات رجعت شويه الحريه ديالها، كانوا شويه ديال الصعوبات في الاول ولكن من بعد غادي يتجاوزهم. مشات بدات كتقلب على خدمه باش تستقر حتى هي بشويه بشويه، ومع هي انسانه مكافحه غادي تلقى راحتها في الحياه الجديده ديالها. لقات خدمه، لقات فين تسكن. كانت خدامه في الاول مساعده في البيوت، يعني كانت كتمشي خصوصا عند دوك الناس الكبار، الناس اللي كيكونوا كبار وكيكونوا مرض كتبقى تقابلهم، يعني توجد لهم ماكله كذا الى اخره. وبالاضافه على هادشي مشات دارت واحد الفورماسيون صغيره كمساعده ديال الممرض، يعني كتمشي مع الممرضين كتعاونهم، يعني تعلمات كيفاش تضرب البرا كيفاش. حيت دوك الناس الكبار كيكونوا غالبا عندهم دوك الامراض المزمنه مثلا السكري ولا شي حاجه، كيخصهم اللي يضرب ليهم البرا، كيخصهم بحال هادشي. هي مشات دارت ديك فورماسيون باش تزيد يعني تقدم في هاد الخدمه ديالها. وفي نفس الوقت في الوقت اللي لقاو فيه الجثه ديالها كانت خدامه عند شي ناس، خدامه في واحد الشركه ديال التنظيف. البوليس اول حاجه غادي يديروا هو انهم غيمشيو عند ديك الشركه ويسولوا عليها. الشافه ديالها كتقول لهم باللي ما شافتهاش من نهار 28 في شهر 12، من هذاك النهار اختفت. قالت لهم نورمالمون راه كان خاصها تجي تخدم داك النهار ولكن ما جاش. اتصلت بها جوج حتى ثلاثه ديال المرات التليفون ديالها كان طافي. وغتقول لهم صافي ملي شفت انا التليفون ديالها طافي قلت بلا ما نبقى نحكر عليها، يمكن عندها شي ظروف ولا شي حاجه، تجي وغادي تشرح لي شنو طاري.
البوليس بداو كيسولوا في دوك الناس اللي خدامين معاها، الناس اللي كيعرفوها، الناس اللي قراب ليها. كيسولوهم كيفاش دايره هاد خديجه هادي، واش عندها شي اعداء، عندها شي واحد اللي باغي ينتقم منها، شكون اللي يعني غيستافد الى لقاوها في ديك الحاله، كيفاش المعامله ديالها. ولكن كلشي كان كيوصفها بانها كانت انسانه هادئه، انسانه ماشي غامضه، يعني من النوع اللي تجلس معاك من اول مره تعاود لك المشاكل ديالها، تقول لك شنو كيضرها، كتجي الخدمة ديالها كتسالي الخدمة ديالها كتمشي فحالها، داخلة سوق راسها كتقل الخدمة ديالها، يعني إنسانة معقولة ما عندها لا مشاكل لا والو. بطبيعة الحال العائلة ديالها تا هما غادي يساقوا الأخبار، العائلة اللي كانوا في المغرب الحالة ديالهم كانت خايبة بزاف، حيتاش راكم عارفين أخيب حاجة وممكن تسمعها هي أنه شي واحد من العائلة ديالك اللي مغترب برا المغرب طارت ليه شي حاجة بحال هادي وانت ما عندك ما دير، ما عندك حتى كيفاش تعرف الأخبار ديالو. البوليس كذلك غيحاولوا يتواصلوا حتى مع العائله ديالها باش يعرفوا واش عندها شي مشاكل، كان شي واحد مثلا كيهددها، واش عندها شي عداوه مع شي واحد. وبداو كذلك كيسولوهم على الطليق ديالها، حيتاش كما قلنا هي كانت مزوجه بواحد المغربي وطلقوا، غيسولوهم واش نتوما شاكين بانه الطليق ديالها يمكن يكون صفاها ليها ولا شي حاجه، واش الطلاق ديالهم كان حبي ولا كانوا بيناتهم شي مشاكل. ولكن العائله ديال خديجه غادي ياكدوا بانهم ما كانوا حتى شي مشاكل، والطليق ديالها يعني مستبعد انه يكون صفاها ليها. البوليس غادي يستدعيو الطليق ديالها بطبيعه الحال، وفي الاول ما كان عارف والو، من بعد غادي يقولوا ليه بانه راه الطليقه ديالك راه تلقات مقتوله. تصدم في الاول ما فهم والو، حيتاش داكشي اللي كيعرف هو على الطليقه ديالو انها انسانه هاديه ما عندها لا مشاكل لا والو، شكون غيدير فيها هاد الحاله. المهم ملي غادي يبحثوا معاه غادي يلقاو بانه السيد كانت عنده حجه ديال الغياب، حيت هو في داك النهار اللي طلقات فيه الجثه او النهار اللي تقدرات فيه الوقت ديال الوفاه كان هو خارج المدينه في داك النهار، حيت الطبيب الشرعي كيأكد لهم بانه هاد السيده ماتت نهار قبل ما تطلقها، يعني غادي تكون ماتت نهار 29 في الشهر 12 او 28 في الليل الا كثرات. فهادوك اليومين الطليق ديالها ما كانش اصلا في المدينه، وعنده الشهاده ديال الاصدقاء اللي كانوا معاه، وكان عنده حجه غياب واضحه. ولكن رغم هادشي كامل البوليس ما غاديش يثيقوا في الشهاده ديال الاصدقاء ديالو، حيت يقدر يكون اتفق معاهم مثلا باش يكذبوا على البوليس ولا شي حاجه. داكشي علاش هما غادي يطلقوا الصراح ديالو، ما كاين حتى شي دليل على انه عنده علاقه بالموضوع، ولكن في نفس الوقت غيتبعوا التحركات ديالو، غيشوفوا التليفون ديالو غيديروه تحت الخبره، وملي داروا التليفون ديالو تحت الخبره غيعرفوا بانه السيد ما عنده حتى شي تواصل مع خديجه من 2010 تقريبا، ما عنده حتى شي تواصل معها. ملي طلقوا كل واحد شد طريقه ونبينا عليه السلام. البوليس هنا غيطيحوا في واحد الحيره، لانه هاد السيده هذه كانت عايشه بوحدها، ما عندهاش بزاف ديال المعارف، صعيب يعرفوا شكون اللي صفاها ليها بهاد الطريقه هذه وشنو هو الدافع. غيرجعوا للبلاصه فين تلاحت الجثه، الشرطه العلميه غتاكد لهم بانه الجثه تلاحت وما كاين حتى شي بصمه، ما كاين حتى شي اثار ديال شي واحد ولا شي حاجه، وهذاك ماشي هو المكان ديال الجريمه. يعني اللي لاحها تمايا صفاها ليها في شي بلاصه اخرى، جابها في دوك الاكياس ولاحها تما وزاد في حاله. هنا البوليس غيبقاو في هاد الدوامه ديال الحيره، غيرجعوا غيسولوا الناس اللي كانوا خدامين معاها، المعارف ديالها. واحد الصديقه حتى هي اللي كانت ساكنه معاها، هذيك الصديقه ديالها حتى هي من اصول عربيه كانت ساكنه معاها في ديك لابارطومون. هاد البنت هادي غتقول لهم انها كانت عايشه مع خديجه، ولكن هذه مده خديجه ما بقات ساكنه معاها تما، مشات كتخدم عند شي ناس. هادوك الناس اللي كانت خدامه عندهم طالبين منها انها تبقى معاهم، لان كاين شي واحد مريض كيحتاجها يعني في الليل، وهي قبلات بهاد القضيه هادي. علاش؟ حيتاش اول حاجه مزيانه ليها ما تبقاش تخلص الكرا، غتبقى ساكنه مع هادوك. وثاني حاجه انها ولات كتخدم جوج خدامين، كتخدم مع هادوك الناس، يعني كتبقى مع داك السيد اللي مريض في الليل وداكشي، وفي نفس الوقت كتخدم في ديك الشركه. هادشي علاش قررات انها تمشي تسكن تما. البوليس غادي يسولوا هاد السيده هادي، غادي يقولوا لها شكون هما هاد الناس اللي كانت خدامه عندهم. هذيك السيده غتقول لهم بانه واحد الراجل مسن كان هو مهندس سابق، وجا هنايا لايطاليا وبقى عايش غير بوحدو، وعنده واحد المرض، داكشي علاش خديجه كانت هي كتقابله. البوليس بطبيعه الحال غيمشيو غيستدعيو هاد السيد هذا باش يجيبوه للمركز ديال الشرطه. غيجي هاد السيد باش يدلي بالشهاده ديالو حتى هو يقول لهم شنو كيعرف على خديجه. اسم ديالو اكين، في العمر ديالو 51 عام، هو من اصول البانيه، عايش في ايطاليا وهو مهندس سابق، وكان هو حتى على المستوى المادي كان مرتاح ماديا.
المهم نهار غيمشي عندهم المركز ديال الشرطه، غادي يمشي هو وولد خوه، لان هذاك اكيم ما كانش كيتمشى، كان كيمشي في داك الكرسي المتحرك. غادي يجي هو ولد خوه اللي في العمر ديالو 27 عام. هو دائما كيكون مع هذاك ولد خوه كيتكلف به الى اخره. غيدخلوا لمركز الشرطه، البوليس غادي يعرفوا بانه اكيم انسان يعني مشلل ما كيتمشاش. هادشي علاش خديجه كانت ساكنه معاه وكانت كتعاونو، يعني الا بغى يمشي شي بلاصه، الا بغى هادي، الا خصاتو شي حاجه، الا كذا، هي اللي كتكلف به. ما عليناش، البوليس غادي يبداو يسولوه على خديجه، وهنا اكيم غيبدا يدخل ويخرج في الهضره، غيقول لهم واحد المعلومات اللي غريبه. غادي يقول لهم بانه هو ما شافهاش من نهار 28، لان دابزو بجوج وهي غضبات ومشات في حالها، وهذه اول مره كديرها. قال لهم بانه هذيك خديجه كانت انسانه مزاجيه، يعني كل شويه كيتبدل لها المورال. قال لهم تزايدوا في الهضره ومشات في حالها. قال لهم وشحال من مره طراس كانوا الا تزايدوا في الهضره ولا شي حاجه كتمشي في حالها حتى كتبرد وكتبدل ساعه بخرى وكترجع عاوتاني. هنا البوليس غادي يقولوا ليه واحد الحاجه، يقولوا ليه هي انسانه خدامه عندك، فمن الطبيعي اصلا ما تكونوش كتزايدوا في الهضره، حيت داكشي اللي غيكون بيناتكم محدود. يعني هي كتقدم لك خدمه وانت كتقدم لها مقابل مادي، ما كاينش بيناتكم ديك العلاقه باش تبداو تزايدوا في الهضره وتمشي هي في حالها تغضب وترجع. هنا اكيم غيقول لهم بانه انا راه كنت كنبغي هذيك خديجه، كانت بيناتنا واحد العلاقه وكنا قريب باننا غادي نتزوجوا. قال لهم انا في النهار الاول تعرفت عليها عن طريق واحد الصديقه، كنت كنقلب على شي وحده اللي تجي تقابلني لانني انا انسان مقعد، وهذيك الصديقه هي اللي وراتني خديجه. قال لهم منين شفتها عجباتني وبانت لي بانها انسانه معقوله والله يعمرها دار، وانا اللي اقترحت عليها انه ما تبقاش كاريه وتجي تجلس معايا، حيت كاين واحد البيت خاوي عندي انايا هنا في الدار تبقى جالسه فيه معززه ومكرمه. قال لهم خديجه قبلات على اساس انها تخدم، وقال لهم بشويه بشويه بدينا كنتفاهموا في بزاف ديال الامور وعرضت عليها اننا نتزوجوا. قال لهم وخديجه قبلات. قال لهم وجلسنا واحد المده باش نزيدوا نتعرفوا، كل واحد يتعرف على الاخر. قال لهم في ديك المده كنا كنتناقشوا شويه في المواضيع، يعني كيطرا بيناتنا خلافات، وبعض المرات كنزيدوا في الهضره. ومن بين دوك المرات هو داك النهار ديال 28 في شهر 12 اللي خرجات فيه وما عاوداتش رجعات. اكيم لحد الان هو كيعاود للبوليس وما عارفش بانه خديجه ماتت. داكشي علاش البوليس غادي يعلموه بانها ماتت وغادي يراقبوا الرد الفعل ديالو. فعلا بانت عليه ديك الدهشه وبدا كيبكي، ما كانش متيق نهائيا. كيعاود يقول لهم واش نتوما متاكدين بانها راه الجثه ديال خديجه ولا ديال شي واحد اخر؟ قالوا ليه خديجه راه توفات وتاكدنا. وغادي يسولوه واش كتعرف شي واحد اللي ممكن انه يعني باغي فيها الخدمه ولا باغي يصفيها لها. هو غايقول لهم ما عنديش جواب على هادشي. داكشي علاش غادي يخليوه انه يرتاح بسبب انه انسان مقعد، وداكشي ما يضغطوش عليه بزاف في التحقيق. هنايا غيبداو يهضروا شويه مع ولد خوه، حيت ولد خوه تا هو جا معاه تما لداك المركز ديال الشرطه، وكذلك عارفين بانه هذاك ولد خوه بحال قلتي هو اليد اليمنى ديال اكي، واللي مكلف به هو اللي كيكون معاه في كلشي. بداو يسولوا في هاد ولد خوه، ولكن الطريقه باش كان كيهضر هو على خديجه جاتهم غريبه واحد شويه. علاش؟ حاجه السيده يلا قلنا بانها صافي توفات، حتى الا كانت انسانه يعني خايبه ولا ما مزياناش ما غاديش يهضر عليها بواحد الطريقه اللي خايبه. الولد غيقول لهم هذاك ولد خو غيقول لهم بانه خديجه كانت انسانه عصبيه، وانا شحال من مره كنت كنقول لعمي جري عليها راه ما عندنا ما نديرو بها، وكنقول ليه كذلك انه راه ما صالحاش ليك للزواج، لانه شي بعض المرات كانت كتغوت عليه وما كانتش كتعامل معاه مزيان. وكيزيد كيقول لهم بانه راه كانت هي عصبيه بزاف. البوليس ملي غيشوفوا هاد الدري بانه كيهضر بهاد الطريقه غادي يشكوا بانه كاينه شي حاجه ماشي هي هذيك، وغيولي هو المشتبه به الرئيسي في القضيه، لانه ما يمكنش كتكون كتهضر على شي وحده انت ما كتعرفهاش وكاينه علاقه سطحيه وتهضر عليها بهاد الطريقه اللي خايبه بزاف. هادشي علاش البوليس غيوجهوا ليه واحد السؤال، غيقولوا ليه اشنو كنتي كدير النهار ديال الوقوع ديال هاد الجريمه هادي، يعني نهار 28 شهر 12. غيقول لهم انا داك النهار كنت غير في الدار وكان جالس معايا واحد الدري صاحبي، وبالامانه نقدر نعطيكم السميه ديال هاد الدري صاحبي وتمشيو تهضروا معاه وتسولوه. هادشي اللي غيديروا البوليس، غيمشيو يهضروا مع داك السيد وغيأكد لهم بانه كان مع داك السيد. وهنا البوليس غادي يجيبوا واحد الامر ديال التفتيش باش يمشيو يشوفوا داك لابارطومون ديالو باش يقلبوها. دخلوا للدار قلبوها، غادي يديروا داك المحلول ديال لومينول. هاد المحلول هذا كيدار باش الا كانت شي بقعه ديال الدم واخا تكون ممسوحه كتضوي بسبب داك المحلول.
الدار كانت عاديه، قلبوها مزيان ما لقاو حتى شي حاجه. في نفس الوقت هما كيقلبوا الدار غادي تجيهم واحد المعلومه اللي مهمه بزاف، حيتاش كانت واحد الفرقه اخرى كانت كتقلب في واحد البيس اخرى في واحد الطريق اللي كانت كدي لهاديك الغابه فين تلقات الجثه ديال خديجه. غادي يلقاو بانه كاينين واحد الكاميرات ديال المراقبه، ومن بين الطوموبيلات اللي كانوا دايزين في نفس النهار اللي تلاحت فيه الجثه كان الطوموبيل ديال هاد الولد اللي في عمره 27 عام، اللي ولد خو هذاك اكيم. داز من هذيك الطريق اللي كدوز للغابه، لانه بحكم انهم هما اصلا شكوا فيه فغادي يعرفوا النوعيه ديال الطوموبيل الماتريكول ومشاو كيقلبوا. ملي قلبوا غادي تبان ديك الطوموبيل في ديك الكاميرا ديال المراقبه. بالاضافه لهذا الشيء غادي ياخذوا التليفون ديالو، غيمشيو يديروا يعرضوا على الخبره التقنيه، وغادي تاكد الخبره انه التليفون ديالو كان في هذيك الغابه في البلاصه بالضبط فين تلقات الجثه ديال خديجه. فهنا تاكدوا بانه هاد الدري هذا عنده علاقه بهذا الموضوع ديال خديجه. ولكن السؤال المطروح، واش اكيم العم ديالو عارف بالموضوع وعنده حتى هو علاقه، ولا هذاك الدري هو اللي عنده علاقه بوحدو؟ البوليس غادي يرجعوا عند اكيم مره اخرى للدار، غادي يبغيو يدخلوا يقلبوا الدار، يشوفوا داك البيت فين كانت ساكنه خديجه. ولكن غادي يثير الانتباه ديالهم بانه هذيك العماره فيها حتى هي كاميرات ديال المراقبه. غيمشيو غادي يطلبوا داك التسجيل ديال الكاميرات ديال المراقبه، والنتيجه ديال دوك كاميرات المراقبه غادي تقلب القضيه كامله. نهار 29 في شهر 12 غادي تبان خديجه داخله لهذيك العماره، على اساس غاديه للدار فين ساكنه فين خدامه. خديجه غادي تدخل، ومن بعد ما دخلات البوليس غيبقاو يدوزوا في داك التسجيل ديال كاميرات المراقبه باش يشوفوا فوقاش غادي تخرج خديجه. بقاو كيدوزوا السيده ما خرجاش. تما غادي يتاكدوا بانه هاد السيده هادي عمرها ما خرجت من ديك الدار. نهار 29 بالليل يعني مور 12 ديال الليل، ديجا يعني دخل النهار ديال 30 في شهر 12، غادي يبانوا باللي هما بجوج اكيم وولد خو خارجين من الدار وهازين 4 ديال الاكياس بلاستيكيه اللون ديالها ازرق، يعني نفس اللون اللي تلقاو في الغابه، وكيحطوهم في الطوموبيل ديال ولد خو اكيم. والحاجه الغريبه اللي غتثير الانتباه ديال البوليس وغتزيد داك الشكوك ديالهم هو انه اكيم في ديك الكاميرا ديال المراقبه كان كيتمشى عادي، والسيد هو كيقول لهم بانه مقعد، يعني غير كيتفلى عليهم ولا كيفاش. وجاي هو بداك كرسي متحرك حتى عند البوليس، والسيد كيتمشى نورمال هو على رجليه. غادي يجيبوا امر باش يعاودوا يقلبوا الدار. ملي يدخلوا للدار غادي يلقاو فعلا بان عنده واحد المنشار كهربائي، وديجا الطبيب كان اكد لهم بانه هذيك التقطيعه ديال الجثه كانوا بمنشار كهربائي، وغالبا غيكون بنفس الماركه ديال هذا المنشار. غادي يلقاو واحد المطرقه حتى هي اللي فيها شويه ديال الاثار ديال الدم. ومنين غادي يديروا داك لومينول في الحمام غيلقاو بانه الحمام كامل كيضوي، يعني الحمام كامل كان عامر بالاثار ديال الدم. نهار 5 في شهر 1 في عام 2018 غادي يتم القاء القبض على اكيم وعلى ولد خوه، وغادي يجيبوهم بجوج للمركز ديال الشرطه. اكيم عاوتاني غيجيهم بداك الكرسي المتحرك كيقول لهم بانني ما كنقدرش نتمشى. هنا البوليس غادي يواجهوه بكل شيء، وغادي يوريو حتى كاميرا ديال المراقبه، وغيشوف راسو بانه كيتمشى وهاز دوك الاكياس البلاستيكيه. غادي يعرف بانه صافي ما عنده مازال ما يخبي، وغادي يبدا يعاود لهم الحقيقه كامله. اكيم غيقول لهم بانه هو راه ماشي مقعد وكيقدر يتمشى، ولكن عنده واحد المرض ديال الرعاش، يعني كيبقى يترعد يديه ورجليه ما كيقدرش يتحكم فيهم. بالاضافه انه كيعاني من واحد الاكتئاب حاد. ويعاود ياكد لهم بانه هو كان باغي شي وحده اللي تجي عنده للدار وتقابلو، منها دير شويه ديال الميناج وتوجد ليه ما ياكل، ومنها تبقى معاه لانه بعض المرات كتجي واحد الكريز ما كيقدرش انه يتمشى نهائيا، فكان كيحتاج شي واحد اللي يقوم به ويبقى مقابله. وغادي يطيح الاختيار على خديجه اللي قبلات انها تجي تخدم ديك الخدمه. غيأكد لهم بانه من بعد ما ولات بيناتهم واحد العلاقه وكانوا باغيين يتزوجوا، ورغم انه الشرطه غادي توصل بانه هادشي كامل كذوب، لانه صحابها الناس اللي كيعرفوها والمقربين ديالها وحتى العائله ديالها كيقولوا بانه ما عمر ما كانت شي علاقه بين خديجه وبين اكيم. وخديجه كانت انسانه يعني غدا مزيان، ما كتشوف لا هكا ولا هكا، واصلا من بعد الطلاق ديالها كانت حالفه بان عمرها ما باغا تزوج. انسانه خدامه على راسها بالحلال وصافي، باغا تصور طريف ديال الخبز ومكافحه مع الغربه وصافي. واصلا من هاد الخدامين اللي كانت كتمشي
تقلب بانه تخدم فيهم الميناج، خدامه في ديك الشركه وخدامه عند الاخر، وهذه غيبين لكم بانه السيده مسكينه كتقلبها على طرف ديال الخبز وصافي. ما عليناش. غادي يقول لهم بانه هذاك النهار 29 في شهر 12 وقع بيناتهم واحد الخلاف. قالت لي بانها غادي تمشي وما غاديش تعاود ترجع، ولكن بحكم انه كان هو متعلق بها بزاف وصافي، يعني ما قدرش انه يعيش بلا بها، غادي يصفيها ليها. غيقول لهم اكيم لانهم كانوا داخلين في واحد المشادات كلاميه، هو تزايدوا في الهضره، هي كدوي من هنا هو كيدوي من هنا. شويه غتقول لي بانها غنمشي في حالي وما نعاودش نرجع. غيشد واحد المطرقه وغيضربها بها الراس، نفس ديك المطرقه اللي لقاوها في الدار. ولكن هاد الهضره ديال اكيم فيها واحد التناقضات وفيها الكذوب. علاش؟ حيتاش ما كتماشاش مع النتيجه ديال الطب الشرعي، لانه الا بقيتو عاقلين الطبيب الشرعي كيأكد بانه هاد المراه هادي ضربات وما كانتش واعيه. يعني السيده طلعت الدار غالبا غتكون مشات نعسات وهو جا ضربها. علاش بالضبط ضربها؟ هذا هو السؤال المطروح اللي حتى واحد ما عرف علاش. لانه خديجه بطبيعه الحال ماتت ودات السر معها. هو شنو كيقول في الاقوال ديالو؟ كيقول لهم ضربتها وطاحت الارض، من بعد جريتها ديتها للحمام وجبت داك المنشار ديالي الكهربائي وبديت كنقطع في الجثه ديالها. خليت هذاك الدم حتى نشف وبديت كنهز هذاك الدم وكنديرو في واحد البلاستيكات ومشيت لحتو في واحد النهر. اما بالنسبه للجثه فبديت كنديرها في بلاستيكات اللي اللون ديالها ازرق، ومن بعد عيطت لولد خويا وقلت ليه اجي عاوني فيها. يعني بالخلاصه اكيم بغى يقول لهم بانه ولد خوه ما شاف لا القضيه، ما شهد حتى شي حاجه، ما يعني ما صفاهاش ليها معاه. ولكن البوليس واخا هكاك ما كانوش متيقينه، لانه السيد مريض كله كيترعد، ما غاديش يقدر يصفيها لخديجه بوحدو ويقطعها ويدير كاع داكشي بوحدو. اولا كانت هي انسانه عامره طويله، ما يمكنش انه غادي يقد عليها غير بوحدو. كانوا متاكدين بانه ولد خوه عنده علاقه في هذه القضيه هذه. المحامين ديالهم عياو ما يدافعوا عليهم، كيقولوا بان السيد مريض عنده امراض نفسيه، عنده اكتئاب، وملي ما كانش حاس براسو ملي كان كيدير هادشي كامل، واللي انه خاصو الرعايه وما خصوش يدخل الحبس. فالقاضي غادي يقتنع بهادشي. بالنسبه لاكيم كان متهم بالقتل العمد مع سبق الاصرار والترصد. اما ولد خوه فغادي يتهموه غير بالتستر على الجريمه. غادي يحكموا على اكيم ب20 عام ديال السجن، وولد خوه غادي يحكموا عليه ب6 سنين. غيطلبوا الاستئناف. ولد خوه ما غادي يحيدوا ليه والو من ديك 6 سنين، ولكن اكيم غادي يردوا عليه 18 عام، يعني نقصوا ليه عامين من ديك 20 عام. وبحكم داكشي اللي قالوا المحامين، القاضي اقتنع بديك الهضره انه ما يمكنش ليه يدخل السجن، وغادي يقضي العقوبه السجنيه ديالو في دارو، بشرط واحد انه ما يخرجش من المدينه. يعني السيد غيبقى جالس في دارو ياكل ويشرب يتفرج في التلفازه وبخير مع راساتو. السيد راه قاتل السيده مقطعه ومعترف. تخيلوا، انا الصراحه ما فهمت والو في هذا الحكم هذا. يعني اكيم ما غيدوزش الحبس، غيدوز الحبس غير في دارو. العائله ديال خديجه بطبيعه الحال عياو ما يحاولوا انهم يشوفوا بان هذا الحكم هذا ظالم، كذلك المحامين، ولكن للاسف القاضي كان مقتنع وكيقول بانه هذه القضيه تسدات، واكيم قضى العقوبه السجنيه ديالو فقط في المنزل ديالو. هنا غتكون انتهت القصه ديال اليوم. قولوا لي الراي ديالكم في هذا الحكم اللي تصدر على اكيم. واش خاصو يمشي يدوز الحبس حيت راه دار فعله قدها قد السما؟ انا هذه وجهة النظر ديالي. ولا انه يبقى في الدار ديالو؟ هذه ما فهمتهاش الصراحه. الا فهمها شي واحد يفهمني في لي كومونتير. تلاقاو في قصه جديده، وما تنساوش تفرجوا في القصص السابقه. الى اللقاء في حلقه جديده.